بيكم في حلقة جديدة من بودكاست أهل مصر. الحلقة مميزة جدا عشان هنتكلم فيها عن الإبداع، عن الشباب، وعن التغيير اللي بيحصل لما بنك بحجم البنك الأهلي المصري يقرر يخاطب الجيل الجديد. مش بس يخاطبه، لكن كمان بيشاركه وبيؤمن بيه. النهاردة بنعرف أكتر عن حملة الجيل ده ما يتخافش عليه، الحملة اللي أطلقها البنك الأهلي المصري رمضان اللي فات، اللي قدرت تلمس مش بس جين زي لكن كمان جين ألفا بشكل حقيقي ومؤثر. خلينا نرحب بضيوفنا كريستين صبري من فريق التسويق بالبنك الأهلي المصري، عبد الله، ياسين وأليكس من البراند اللي كسرت الدنيا حاوي. هلو، ايه الأخبار؟ الحمد كله لله. كويس؟ الصيف أخباره إيه؟ الحمد لله. الحمد لله. حلو؟ خدتوا الأجازة؟ قربت تخلص. الحمد لله للاسف. كريستين، قولي لنا كده فكرة الجيل ده ما يتخافش عليه جت منين؟ بصي يا مي، يعني خليني احكي لك الحكايه من الاول. الحكايه ابتدت في 2024، وكان وقتها في مصر بدت المقاطعه، وطبعا انطلاقا من دور البنك وتماشيا مع اهداف الدوله والدعم والسبورت واوت اوف ميشن وفيجن البنك على طول ان هو دايما بيساند وبيدعم الدوله في كل اهدافها. فكرنا وقتها ان احنا لازم نقدم ونساعد كل المؤسسات والانتيتيز الكبيره، وجت من هنا فكره ساند كل حاجه محل، ودي كانت فيز 1 في 2024. طبعا بعد ما حققت النجاح بتاعها كان لازم يبقى في ستيج 2 للكامبين، ودي كانت كامبين الجيل ده ما يتخافش عليه في 2025. ساعتها فكرنا ان احنا لازم بعد ما عملنا سبورت لللارج كوربريت والانتيتيز الكبيره وبينا قد ايه البنك في ظهركم وقد ايه مستعد ان هو يرفع الصناعه المحليه بكل مجهوداته، كان لازم كمان نمد نفس الايد دي للستارت ابس وكل القائمين في البيزنس. وعملنا على طول الريسيرش بتاعنا ده ongoing exercise على كل الاصعده، وبدينا ان احنا نشتغل على طول في حمله الجيل ده ما يتخافش عليه. واضح انكم كنتوا شايفين عشان الرسالة دي توصل لازم تبقى من نفس الجيل، من الجيل ده لنفسه. فقولي لنا بقى اشمعنى حاوي؟ بصي، اول ما الكونسبت بيتاخد قرار عليه بنبتدي على طول نشتغل كرييتيف عليه، بنبتدي نعمل برضو ريسيرش تاني على كل الماركت، بنبتدي نعمل الستوري بورد ونشتغل عليها، وفعلا طلعنا براندز كتير جدا جدا اللي كان من ضمنهم طبعا حاوي، وكانوا من بصراحة من اكتر البراندز اللي كانت بترفلكت السن والايدج بتاعهم. ده طبعا بتشجيع كبير جدا جدا من كل الناس والريفيوز اللي جات لهم وكمان من اصحابهم. ازاي بقى التعاون كان معاهم؟ لا، التعاون كان جميل واستحملوا معانا. طبعا هما بقى يتكلموا اكتر مننا في الموضوع ده، بس قد ايه كانوا فلكسبل، قد ايه كانوا بروفيشنال، وواضح ان التزامهم في شغلهم ده انعكس جدا 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 في التزامهم في التصوير. احكوا لنا بقى ازاي في سنكم الصغير ده بقيتوا صحاب بيزنس. يعني ايه حاوي اصلا أليكس؟ حاوي معناه ساحر، يعني ماجيشن بالانجلش، فاحنا بنعتبر نفسنا ماجيشنز في الشغل، عشان كده اخترنا حاوي. ازاي بقى بدأتوا فكرة مشروعكم؟ ياسين. هو في الاول خالص كان في الصيف، كان عبد الله كان بيدور على اللبس، فهو طبعا في الوقت ده كان هو ده الستارتنج بوينت بين ان انت تكبر وتبقى في نفس الوقت صغير، فما كانش بيبقى في مقاس عبد الله او مقاسنا كلنا في الوقت ده في اللوكال براندز. فهو عبد الله قرر يكلمنا وان احنا نجرب نكرييت سامثينج. طبعا كنا ابتدينا على هادي عشان كان لسه صيف والكلام ده، بس قدرنا نتطور ونوصل للبوينت اللي احنا فيه دلوقتي. طيب عبد الله بقى قول لنا، انا عارفه ان انت السي او، صح؟ قول لنا بقى البيزنس موديل جه منين؟ مقسمين نفسكم ازاي؟ مين بيعمل الديزاينز؟ مين ماسك الفلوس؟ مين ماسك الماركتينج؟ في الاول شفنا كل واحد يعني كويس فيه، مثلا أليكس ان هو صغير كويس في الديزاينز وكده، ديجيتال على اللابتوب وايباد وكده. ياسين دايما اللي هو بيحب الماث وحسابات وكده، فدور CFO، أليكس CMO. وانا بحب اللي هو بحب التعاون، يعني بتعاون كويس مثلا، هعرف اعمل كويس الديلز مثلا مع المصانع وكده، وهعرف ان انا اتعاون مع ياسين واليكس كويس، اولا عشان احنا صحاب، ثانيا يعني عندي سكيل تعاوني. لما جالكوا بقى التليفون ان انتوا هتشاركوا في الحمله الجديده او الاعلان الجديد بتاع البنك الاهلي المصري،
حسيتوا بايه؟ هل كنتوا متوقعين ان في بنوك ومؤسسات كبيره شايفاكوا وسامعاكوا؟ اولا احنا اول ما البنك الاهلي كلمنا او كلم البيرنتس بتوعنا الاول عشان يريتش اس، كنا فاكرينها برانك اصلا ان يبقى في مؤسسه بالكبر ده تقدر تدعمنا وتبقى شايفه الشغل بتاعنا، وان هي تبقى عايزه ديسبليت في الاعلانات بتوعها. دي كانت حاجه صراحه كويسه جدا بالنسبه لنا، وادتنا الفرصه ان احنا نجرو اكتر. ايه اللي فرق معاكوا بقى خلال التجربه دي؟ أليكس. يعني اخدنا experience جديد طبعا، ما كناش متوقعين ان احنا نوصل للمرحلة دي، ان احنا نعمل اعلان مع بنك مشهور جدا. ما كناش متوقعين ان ده يحصل بجد. فزي ما ياسين قال، احنا افتكرنا ده كان برانك، وكان يعني كناش عارفين ان ده حقيقي، بس بعدها يعني الحمد لله يعني. هل حسيتوا ان انتوا كنتوا بتعبروا عن نفسكوا في الاعلان؟ حسينا ان الاعلان كان طلع قصتنا كويس، وبين في الاعلان هم ما كانوش كتيرة بس بينت كويس القصة وحاوي بدأت ازاي، وفكرة حاوي اصلا يعني بانت كويس في الاعلان. طبعا لازم يبقى في نظام، بس بنفس الوقت بيبقى الحاجة بتشرح القصة بتاعتنا، مع ان احنا برضو لازم نبقى مركزين في الشوت دي، نعمل في الشوت دي وهكذا. بس قولي بقى كريستين، عملت ايه معاكوا في التصوير؟ انا كنت طيبه جدا. كانت طيبه بجد لا، ولا؟ كانت لذيذة قوي. كانت لذيذة. لا هما كانوا جمال، وكانوا بجد بيستحملوا اوقات تصوير صعبه اوفر نايت وكل اليوم عشان الاعلان، وعلشان يبقوا بيقدموا فعلا اعلان للبنك الاهلي المصري. الباشن دي كانت عندهم من اول وقت، من اول ما ابتدينا. طيب احكوا لي بقى التجربه دي فادتكوا في ايه بعد ما خلصت؟ يعني بعد ما الاعلان خلص احكوا لي كده بقى، الناس بقت تسال عليكوا اكتر، تسال على البرودكتس بتاعتكوا اكتر، يعني فرق معاكوا في الاكسبوجر، فرق معاكوا في ثقتكم بنفسكم؟ هو طبعا خلى الاكسبوجر يكبر، علشان الاعلان اول ما نزل كان بومينج، وكان الناس بتشوفنا في كل حتة، وكان بيجيلنا كومبلمنتس في المدرسة. يعني في نفس الوقت ده قدرنا نعرف ازاي الحاجات الاعلان بتمشي، يعني ازاي بنعمل الاعلان بيتعمل، وقد ايه نقدر الوقت اللي بناخده، واني شوت بالظبط المفروض تتعمل كده، واني المفروض تتعمل كده. يعني في نفس الوقت كاكسبوجر وايز كبرنا، وبرضو قدرنا نتعلم حاجات من التصوير نفسه. صحابكوا بقى في المدرسه اول بقى ما الاعلان نزل وشفتوهم كان ايه رد الفعل؟ يعني كانوا مخضوضين ان احنا يعني عملنا اعلان مع يعني بنك الاهلي في اللي هو، والاعلان يعني جاب فيوز كتير قوي وطلع والناس كلها شافته، فكانوا مخضوضين وكانوا اللي هو فخورين بينا يعني. يا أليكس، ناس بقى بتتصور معاك بقى ما بتشوفك وانتوا حاوي وكده ولا هما ايه؟ بيقولوا ايه ده، انا شفتك على التلفزيون، انت كنت ايوه حاوي. يعني بيفتكروا، يعني بيفتكروك. بيشوفوني او بيشوفوا طبعا. ياسين وعبد الله، بيقولوا ايه ده، انا شفتك على البيل بورد، ايه ده انا رحت اسحب فلوس وشفت شفتك كتير يعني قوي على ناس ATM. بتقول لي يعني علشان انا السكرين جاي، دي. انا شفتك صورتك على أيوة. الكوبري. ايوه انتوا بقيتوا مشاهير. ايوه طبعا. طيب لو هتقولوا رسالة لحد في سنكم عنده مشروع صغير او نفسه يبدأ، عنده فكرة في دماغه بس خايف مثلا الناس تنتقده، تقول لا ده لسه صغير، فتقولوا ايه بقى؟ عايزة من كل واحد فيكم كده مسج لكل حد قدكم عنده فكرة في دماغه وعايز يطلعها. يلا عبد الله. ان ما تستناش الفرصة البيرفكت شانس، وابدأ وخلاص يعني. انا بالنسبه لي مش مهم ان المشروع يبقى بومينج، ولا مهم ان هو يبقى فايرل. المهم ان انت بتبقى بتعمل اللي انت بتحبه وبتسلي وقتك، وطالما انت شايف ان المشروع ممكن ينجح جرب، ومش مهم النتيجه ايه، المهم ان انت خدت التجربه وانت في السن ده. اوكي أليكس. انا شايف ان لو حد عنده فكرة حلوة وعايز يكبرها، ان ما يستناش برضو، ويعني يبدأ. يعني ما يقعدش كده في البيت واقول انا هبدأ بكرة، لا بقى هبدأ بكرة تاني. ما يستناش ويبدأ و don't give up. ده اهم حاجة بالنسبة لي. شايف ان في ناس تانية بيعملوا حاجات احسن من حاجته، لا مش مهم. انا بفكر يعني I see only، يعني عنده مايند سيت، يعني بيفكر في نفسه بس، مش بيبص على حاجات تانية وبيقول لا انا عايز اكون زيه، عايز اعمل حاجات زي الديزاينز. لا، ما تقلدش حد، بيو. ده أهم حاجة. طيب كريستين، غششينا كده حاجة اكسكلوسيف ماركتنج البنك الاهلي المصري ناوي يعملها قريب.
بصي احنا بنك اهل مصر، دايما هتلاقي عندنا جديد، دايما هتلاقي عندنا المتطور، دايما بنجدد. في حاجات كتير قوي. زي ما الفكرة الحلوة محتاجة اللي يدعمها، احنا دايما بنقول ان الجديد بتاعنا والتطوير اللي بنعمله هنفضل دايما موجودين، بنشجع وبندعم اهل مصر في اي وقت وفي اي مكان. طب أليكس، احكي لي كده عن الديزاينز وازاي بتجيلك الفكرة بتاعت الديزاين نفسه. انا الافكار يعني انا لما بمشي في الشارع عادي بشوف حاجة عاجبني بكتبه عندي في التليفون عشان اقدر يكون عندي فكرة، عشان لما وقت ما اعمل ديزاين اقدر اطبقه بسهولة. يعني اسهل ان انا اكون مجهز الافكار، بدل ما انا وقت ما بعمل ديزاين لسه هفكر ازاي وفين يعني انا بجمعهم بس. اوكي، انتوا عاملين شغل حلو جدا والناس كلها عارفاكوا وبقيتوا مشاهير، الناس كلها ماشيين في الشارع عارفين حاوي، سبيشالي بعد الاعلان بتاع البنك الاهلي. احنا اكتشفنا اصلا بعد ما جالنا الفيدباك ان الناس حاوي ده بالنسبه لهم حاجه كبيره جدا، فانتوا اوريدي كنتوا مشاهير وبقيتوا مشاهير اكتر، وان شاء الله بقى بالتوفيق وتعملوا ديزاينز احلى واحلى. ان شاء الله. وبورونا دايما الديزاينز اول ما ثانك يو كريستين، ثانك يو يا ماهي، بجد نورتينا. الجيل ده فعلا ما يتخافش عليه، مش بس عشان جريء وطموح، لكن لا عشان كمان لا مؤسسات كبيره زي البنك الاهلي المصري تسمعه وتؤمن بيه، وهو كمان كان قد المسؤوليه ويستاهل الدعم. هو ظهر ده ولا تعيد؟